ايه هو السن المطلوب لاستخراج رخصة قيادة؟ هل هو 16 سنة ولا 18 سنة ولا 21 سنة؟ في الفيديو ده هجاوبك على السؤال ده من خلال آخر تعديل لقانون المرور. في الحقيقة إن السؤال ده له أكتر من إجابة، وده على حسب نوع الرخصة المطلوبة. فبداية من سن 16 سنة تقدر تستخرج رخصة قيادة دراجة آلية، ودراجة آلية غير الدراجة البخارية. الدراجة الآلية عرفها قانون المرور بأنها مركبة بتسير على عجلتين أو أكتر. يعني بمعنى أوضح هي ممكن تكون موتوسيكل، لكن ما يزيدش عن 150 سي سي، ما بين ال 125 وال 150 سي سي. تقدر تستخرجها عند وصول سنك ل 16 سنة، والرخصة دي بتطلع لمدة سنة، بتتجدد سنة بسنة. أما بقى إذا كملت 18 سنة فأنت هنا تقدر تستخرج رخصة قيادة سيارة خاصة، وتقدر تستخرج كمان رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة. رخصة القيادة الخاصة للسيارة مدتها 10 سنين، وبعد كده بتتجدد 10 سنين في 10 سنين. رخصة قيادة دراجة بخارية خاصة مدتها 5 سنين، وبتتجدد بعد الخمس سنين 5 سنين بخمس سنين. اما بقى حضرتك اذا كملت ال21 سنة فانت هنا بقى هات ورقة وقلم وعد ورايا. اولا تقدر تستخرج رخصة قيادة مهنية درجة تالتة، تقدر تسوق بيها انواع معينة من عربيات النقل وعربيات الاجرة. الرخصة دي بتطلع لمدة 3 سنين وبتتجدد كل 3 سنين. تقدر تستخرج رخصة قيادة مهنية درجة تانية، لكن بشرط ان انت تكون حصلت على الرخصة الثالثة بقالك سنتين او اكتر. تقدر تستخرج رخصة قيادة درجة اولى بشرط ان انت تكون حصلت على رخصة قيادة مهنية درجة تانية بقالك سنتين او اكتر. الثلاث رخص المهنية دي الاولى والتانية والتالتة مدتها 3 سنين، وبتتجدد 3 سنين بثلاث سنين. تقدر كمان تستخرج رخصة قيادة ترام او مترو، ودي مدتها 3 سنين برضه. كمان تقدر تستخرج رخصة قيادة جرار زراعي، ودي مدتها 5 سنين. لو عندك أي سؤال في المرور اكتب لي وهرد عليك، ومش هرد عليك في الكومنت، كمان هرد عليك بفيديو.